بصي يا ستي، النهارده هقولك ازاي نعمل مسحب البيك في البيت بابسط واسهل طريقه. اللي سافر السعوديه اكيد عارفه ومدمنه. هقول لكم النهارده ازاي نعمله، وعلى فكره هو مختلف تماما عن الناجتس. هو شرايح فراخ، يعني نساير فراخ كده، مش فراخ مفرومه. هقولك الطريقه وركزي معايا. هنحتاج الاول ميه بصله كبيره، الميه بتاعه البصله بس زودت عليها معلقه كبيره من الزيت، وربع كوبايه من الهوت صوص، وما بيبقاش حراق خالص يا جماعه بس بيفرق في الطعم. معلقتين كبار من الزبادي، ولو عرفنا نبدل الزبادي برايب هيكون افضل. التوابل زي ما هي مكتوبه قدامكم كده على الشاشه: فلفل اسود، بابريكا، توم، وبصل بودره، ومرقه فوريه، ومهم طبعا الجنزبيل لان هو من اساس الطعم الاصلي، وطبعا الملح. نقلب كل ده كويس جدا مع بعض. وكده التتبيله جاهزه معانا. انا عندي صدور فراخ كامله حجمها كان صغير، فقسمت كل صدر لنصين، وزودت عليه كده ان انا ادقه بالمدق بتاع اللحوم علشان يكون مش سميك اوفر. لو الصدور بتاعتكم اكبر اكيد هتقسموها لشرايح اكتر. شرايح البانيه ممكن تنفع بس ما تكونش رفيعه زياده عن اللزوم. طبعا مغسولين ومتنضفين كويس. وبعد كده زودت عليهم التتبيله، بقلبهم كويس مع بعض. وهنجيب كيس وهناخد بقى الفراخ، بس احنا مش عايزين صوص التتبيله، احنا بس عايزين الفراخ، مش عايزين يكون في ميه في الكيس بتاعنا. وحطيتهم بشكل عشوائي كده زي ما انتم شايفين. مهم بس جدا ان السمك ما يبقاش تخين عشان تستوي معاكم. مهم ان السمك ما يبقاش تخين زي ما انتم شايفين كده. انا حتى زودت بالمدق كده، قعدت ادق فيها وظبطتها ونقلتها على صينيه وجمدتها في الفريزر. بعد كده علشان بقى ابدا اقطعها، بقطع الكيس كده بالسكينه وهبدا اقطعه قطع زي ما احنا متعودين عليه في المطعم. بنقطع طبعا وهو لسه مجمد، السكينه بتقطعه بكل سهوله، ما تقلقوش خالص. زي ما انتم شايفين كده قطعته ل 32 قطعه، يعني كيلو من الصدور عمل معايا 32 قطعه. وهو لسه مجمد كده هنشتغل فيه على طول. وناخد بقى كل قطعه نحطها الاول في الدقيق. هنحتاج الاول نص كوبايه كده من الدقيق العادي بتاعنا، زودت عليه رشه ملح ونفس التوابل اللي حطيناها، اللي هي ملح، فلفل اسود، توم، وبصل بودره، وجنزبيل، وبابريكا، رشه كده من كل حاجه. ونقلبهم كويس مع بعض. ناخد قطعه الفراخ بتاعتنا ونقلبها كويس الاول في الدقيق. بعد كده على البيض. خليط البيض عباره عن نص كوبايه من الحليب، عليه رشه ملح ورشه فلفل اسود، وبيضتين. لو حابين الكميه بتاعتنا طبعا كبيره، طب لو مش هنعمل الكميه كلها ممكن تعملوا نص الحاجات دي، يعني ربع كوبايه حليب مع بيضه واحده، وزي ما انتوا عايزين يعني. من الدقيق على خليط البيض، ومن خليط البيض على البقسماط. هنستخدم بقسماط يكون خشن شويه عشان يدينا قرمشه، ونفس الشكل كمان بتاع المطعم. وزودت عليه نفس التوابل بالاضافه لشويه من الكركم عشان تدينا لون حلو. استخدمت بقسماط خشن زي البانكو والحاجات دي، وابيض. البقسماط الابيض هيخلينا ناخد وقت اطول في التسويه، فنضمن ان الفراخ استوت، وفي نفس الوقت بيدينا لون وقرمشه تحفه. البقسماط الغامق بيتحرق بسرعه. زيت غزير على درجه حراره متوسطه، وما نحطش كميه كبيره. انا الطاسه بتاعتي على فكره كبيره جدا والزيت كان غزير اوفر، فحطيت 5. انتوا مثلا حطوا 3 كفايه عشان نضمن ان الفراخ من جوه هتكون مستويه. بيتقدم طبعا مع تومية كاتشب وصوص الكوكتيل، بيكون عبارة عن مايونيز على كاتشب. المايونيز مثلا معلقة على ربع كوباية كاتشب أو حاجة. بس كده، جربوه وبالهنا والشفا مقدما، واشوفكم إن شاء الله على خير قريب في فيديو جديد.